لما بنتكلم عن تراث مصر إحنا مش بنتكلم بس عن كنوز مدفونة أو تماثيل قديمة. لأ، إحنا بنتكلم عن نبض حضارة عظيمة عاشت آلاف السنين. حضارة حكت قصتها على كل حجر وكل قطعة ذهب، قصة قيمتها أكبر من أي تمن. لكن للأسف جزء كبير من القصة دي كان بعيد عن بيته. النهاردة هنفتح مع بعض صفحة من الحكايات دي ونشوف رحلة الكنوز وهي بترجع لوطنها. الرقم ده بصوا عليه كويس. ممكن يبان بسيط، لكن وراه حكاية كبيرة قوي بيتلخص عظمة تاريخ مصر. متخيلين معايا؟ تلت كنوز العالم الأثرية كلها مكانها الطبيعي هو أرض مصر. الحقيقة دي لوحدها بتورينا حجم الثروة اللي بنتكلم عنها، وبتفسر ليه استعادة كل قطعة منها هي قضية كرامة وفخر وطني. طيب خلينا ندخل في تفاصيل أكتر عن قيمة الكنوز دي. القيمة هنا مش مجرد إنها قديمة وخلاص، لأ، القصة في الإبداع اللي وراها إبداع وصل لمستوى يكاد يكون خيالي. اسمعوا الوصف ده. يعني إيه صناعة تفوق 100%؟ يعني جودة وإتقان كانوا سابقين عصرهم بمراحل، لدرجة إنها تبان كأنها معجزة بمعايير الوقت ده. وده اللي بيخلي غياب أي قطعة من الكنوز دي عن مصر خسارة أكبر بكتير. وهنا بقى بنوصل للسؤال المهم: لو التراث ده بالروعة دي كلها، أمال هو فين؟ السؤال ده بيحول حالة الانبهار اللي كنا فيها لعلامة استفهام كبيرة، وبيفتح لنا ملف رحلة الآثار الطويلة خارج حدود بلدها. عشان نفهم حجم المجهود اللي بيتعمل دلوقتي عشان نرجع الآثار، لازم الأول نعرف هي خرجت من مصر إزاي. الرحلة دي كانت معقدة جدا، وللأسف في معظم الأحيان كانت غير شرعية تماما. أغلب القطع اللي بنتكلم عنها ما خرجتش من باب المتحف بشكل رسمي، لأ، خرجت عن طريق اللي معروف باسم حفر خلسة، يعني ببساطة الحفر في السر. أفراد كانوا بينقبوا بشكل غير قانوني، والقطع اللي لقوها تدخل في شبكات تهريب دولية معقدة. والمشكلة الأكبر إن القطع دي أصلاً ما كانتش متسجلة في أي دفاتر رسمية، فبيبقى صعب جداً تتبعها لاستعادتها. الرقم ده صادم بكل معنى الكلمة، مليون وأكتر كمان. والمدهش أكتر إن المليون قطعة دول هم بس القطع المتسجلة والمعروف مكانها. ده بيورينا إن تراثنا متوزع في عشرات المؤسسات حوالين العالم، وده بيخلي معركة استعادته مش مجرد اختيار، دي ضرورة حتمية. بس الحكاية مش بتخلص عند الخسارة، لأ، في جهود جبارة ومستمرة شغالة بقالها سنين عشان تصلح الوضع ده. دي معركة قانونية ودبلوماسية على أعلى مستوى عشان الكنوز دي ترجع مكانها. كلمة السر هنا هي الاسترداد. الموضوع مش مجرد طلب بسيط بنقدمه، دي عملية طويلة ومعقدة بتعتمد على قوانين دولية ومفاوضات دقيقة عشان نضمن إن كل قطعة بترجع بيتها بشكل قانوني وسليم. وعلشان نتأكد إن الجهود دي فعلا بتنجح، خلينا نبص على المثال ده. من فترة قريبة مصر نجحت في استعادة شحنة ضخمة فيها حوالي 5000 قطعة من أمريكا. ده بيثبت إن الاسترداد مش مجرد حلم، ده هدف واقعي بيتحقق بالإصرار والمتابعة. بصوا على تنوع وأهمية القطع اللي رجعت في مرة واحدة بس. أغلبها مخطوطات قديمة نادرة بتحكي تفاصيل دقيقة من تاريخنا، ده غير الأقنعة الجنائزية والتماثيل. كل قطعة من دول ليها قصة خاصة بيها. طيب، الانتصارات الدبلوماسية دي بتتحقق إزاي؟ العملية ليها خطوات واضحة ومدروسة. أول حاجة لازم نحدد مكان القطعة ونثبت بالأدلة إنها مصرية. بعدين بنستخدم القوانين الدولية واتفاقيات اليونسكو كورقة ضغط. ومن هنا بتبدأ المفاوضات الدبلوماسية اللي ممكن تاخد سنين. والأهم من كل ده، لازم تكون في إرادة سياسية قوية عشان الملف يتقفل والقطعة ترجع. ودلوقتي خلينا نوصل لآخر جزء في رحلتنا. بعد ما الكنوز دي بترجع، إيه هو المستقبل اللي بيستناها؟ وإيه هو المكان اللي بيليق بقيمتها التاريخية والحضارية؟ الجملة دي بتلخص الفكرة كلها. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى ضخم وخلاص، لأ، ده بيتقدم للعالم كفلسفة. كونه البيت الطبيعي اللي المفروض كل كنوز مصر تتجمع فيه تحت سقف واحد. وهنا بتظهر أهميته الحقيقية. المتحف مش مجرد مكان بنعرض فيه آثار، ده بيتحول لجسر حي بيربط الماضي بالحاضر، وبيأكد إن الحضارة المصرية لسه بتتنفس وبتلهم أجيال جديدة على أرضها. المقارنة دي بتلخص رحلتنا كلها. إحنا بننتقل من واقع كان فيه تراثنا متفرق ومتشتت في كل حتة في العالم، لمستقبل بنسعى فيه لتوحيد الإرث ده ونجمعه كله في بيته الأصلي. وفي الآخر بيفضل السؤال الأهم والأصعب مطروح. مع كل النجاحات دي لسه في معارك كبيرة لازم تتكسب. إمتى هنشوف أشهر كنوزنا زي حجر رشيد في لندن وتمثال نفرتيتي في برلين بيرجعوا لمصر؟ ده سؤال بيخلينا نفكر في الفصول الجاية من القصة العظيمة دي.